هلا اقول لكم ازاي بعمل جلسه تقشير ونضاره اللي بتتعمل في العيادات باكتر من 1000 جنيه، بعملها ب 200 جنيه وبنفس الكفاءه. كملي معايا الفيديو للاخر وهتدعي لي. كل اللي بحتاجه تو برودكتس اللي هم اصلا غسولي اليومي ارجنتو كلير والنايت كريم بتاعي ارجنتو نايت كريم. بس المره دي هنختلف في التكنيك حبتين. هنضف بشرتي كويس جدا من الميك اب، وعلى بشره مبلوله شويه او منديه هحط الغسول واسيبه ربع ساعه علشان بشرتي اولا تستفيد بالمكونات بتاعته وكمان تعمل تقشير خفيف. عايزه اقول لكم بقى بيعمل ايه، بيرطب جدا لانه فيه بانثينول، وبيفتح لانه فيه مستخلص العرقسوس والشاي الاخضر. وبعد ربع ساعه بشطف بشرتي عادي جدا وبنشفها بالطريقه دي. بيجدد البشره وبيعمل نضاره بشكل مش طبيعي يا جماعه، لانه فيه كمان ريتينول وجليكوليك اسيد. تاني ستيب بقى النايت كريم بتاعي اللي هو ارجنتو نايت كريم، بس بدل ما احطه كده عادي لا هعمله يا جماعه زي ماسك، وهسيبه بقى على بشرتي لمده نص ساعه عشان بشرتي تستفيد بالمكونات بتاعته وتشرب كل المكونات اللي فيه، لانه من مكوناته الهيالورونيك اسيد اللي بتغذي جدا البشره، والكولاجين اللي بيملى الخطوط التعبيريه اللي في الوش. وعايزه اقول لكم برده ان هو ملطف جدا بعد جلسات الليزر. عايزه اقول لكم اني بستعملهم عادي جدا كل يوم كروتيني اليومي، لكن لما بحب اعمل جلسه نضاره بعملهم بالطريقه اللي انتوا شفتوها وبسيبهم على وشي اطول، وبيبان في ساعات ونتيجته سريعه جدا حقيقي. بنام كده وبحس تاني يوم لما بصحى كاني رحت عملت جلسه نضاره في كلينيك. جربوه بقى وادعولي.